السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نعمل احلى طبق عدس كده، المنقذ بتاعنا في الساعة دي. جبت بقى هنا حلة على النار، حطيت فيها مية سخنها، وبعدين نزلت كده بالعدس اللي معايا ده مغسول كويس، ورحت جايبه مفضيه كده في الحلة كده. اول حاجة شوربة العدس دوت المنقذ بتاعنا، يعني في البرد اللي احنا فيه ده هي اكتر حاجة هتدفينا، هو والمحشي الكرنب. مش عارفين نعمل محشي دلوقتي، فايه شوربة العدس دي بقى هتقوم بالمهمة يعني. جبت برضو هنا 4 طماطميات كده وقطعتها، وبرضو 4 جزرات كده متقطعين، ونزلت كله كده ني في ني بقى يستووا مع بعض. و3 بصلات برضو كده متقطعين، وقرن الفلفل الاحمر ده بقى يدينا لون ويدينا طعم في العدس فظيع. وكام فص توم كده، وقلب بقى كله ده كده في بعضه كده، وسيب بقى يستوي ايه براحته. مش هتحطي بقى بهارات ولا تحطي اي حاجه دلوقتي خالص. تمام. يعني انا بالمنظر دلوقتي كده انا اصلا اتدفيت خلاص. شوربة العدس بصراحة جميلة ديت كده بقى خلاص بعد ما استوت. يعني كده المكونات كلها بقى شربت المية بتاعتها، وحاجات ايه استوت بقى مع نفسها. انا بقى رحت جايبه واخداه دلوقتي، وحطيته في بوله تانية يبرد شوية عقبال ما ايه اعمل الشعرية. حطيت كده معلقتين من السمن، وراح جايه نازله ايه بالشعرية احمرها. اسهل واسرع وصفة ممكن تعمليها وهتدفيكي موت. يعني بعد الشعرية بتاعتي دي ايه مصفرة كده، مش عايزاها تحمر قوي عشان مش يبان لنا ان هو زي ما يكون معمول بالتقلية. هو لا، كده الوصفة بتاعتنا دي كده من غير تقلية. انا كنت بقى سبته يبرد شوية، بعد كده غدا وضرباه في الخلاط كده عقبال ما ايه الشعرية ايه تتلون معايا. كده بعد ما خلاص بقى ايه اتحمرت، وراح جايه نازله بقى بالعدس اللي انا ايه ضربته. مفيش اسهل من كده اهو. يعني انت حطيت الحاجات تستوي مع بعضيها، وبعدين رحت جايه واخداها تبرد، وبعدين تضربها في الخلاط قبل ما ايه تحمر لها الشعريه. وبس كده بقى. تعالى بقى ايه نبهر. جبت بقى ايه ربع معلقه من هريسه الشطه ديت، وشويه كمون، وشويه بابريكا، وشويه ملح. بس كده يا ستي. في اسهل من كده ولا اسهل من كده؟ هريسه الشطه ديت في مع العدس السخونيه مع حبه الشطه ديت الزياده دي شويه كده، هتخلي جسمك ايه دافي خالص. كده بقى ايه قبل ما انزله من على النار بروح جايه بقى ايه مكعب زبده كده، ومقطعه منه شويه، وراح جايه بقى حطها على وش الحله كده. تمام. دي بتدينا طعم بقى جميل، اكنك عاملاه كله بالسمنه البلدي، الحته اللي على الوش دي. بس بقى استوى كده وخلاص خلصنا الوصفه بتاعتنا، وصفه سهله ولذيذه وهتدفينا، ولا اسهل من كده. طبق عدس كده مية مية. لو عايزة بقى تعملي شوربة كده بالليمون، تاخدي شوية من دول وتروحي جاية حاطة عليه شوية ليمون وشوية مية.